برنامج العرافة اللي اتحول فجأة إلى برنامج الفلكة أو الخرزانة اللي بسمة وهبة بتجلد فيه كل ضيوفها من الفنانين والفنانات، وبتتسبب في وقت من الأوقات إلى مشاكل أسرية كبيرة بسبب هذا البرنامج. ما هي بسمة وهبة اللي عملت مشكلة كبيرة ما بين حسن شاكوش وزوجته الجديدة ريم بعد ما شيخ الحارة ما سألوا عن عروسته الجديدة اللي قدمت هدية كلب لعروسته الجديدة ريم، والعروسة بتقدم هدية للعروسة، وسألوا عن السلسلة والعلاقات النسائية. وكمان عبد الناصر زيدان اللي بكى بصورة مؤسفة على الهواء مباشرة بعد ما بسمة وهبة ما ضغطت على جرح عبد الناصر زيدان، وخصوصا ان الجرح ده انكسار عبد الناصر زيدان امام ابنائه بعد المعركة الطاحنة التي خاضها امام المستشار مرتضى منصور، والتي ادت في النهاية الى اعتذار عبد الناصر زيدان لمرتضى منصور، وعلى اثرها ترك عمله وما كانش لاقي ياكل، لدرجة ان هو يعني حول اولاده من مدارس اجنبية الى مدارس حكومية. وبسمة وهبة استغلت الموقف وفضلت ان هي تضغط على جرحه لحد عبد الناصر زيدان ما بكى بشدة وكان حابب انه يسيب البرنامج. وكمان سعد الصغير الفنان اللي انت تتفق معاه او تختلف معاه، لكن اللي حصل مع سعد الصغير هو الاخر شيء مؤسف. لما شيخ الحارة سألوا عن ولاده ولبس العيد، ورد سعد الصغير ان ولاده كبار من حقهم ان هم يروحوا يجيبوا اللي هم عايزينه، الا ان شيخ الحارة ما اكتفاش لحد هنا بالكلام عن الموضوع ده، وقال له لا انا اقصد اولادك الصغيرين اللي انت سايبهم وما جبت لهمش هدوم العيد. وسعد الصغير اتفاجئ بالكلام وكان هيسيب البرنامج، لكن بسمة وهبة رجعته. السؤال هنا، هل فعلا البرنامج حقيقي ولا البرنامج فيك؟ وده هنعرفه من خلال حلقتنا. لكن بسمة وهبة اللي قلبها قاسي وقدرت انها تفضح الجميع، الا ان محمد فؤاد النجم الشهير صاحب الاغاني اللي امتعتنا على مدار سنين وسنين هو الوحيد اللي قدر يبكي بسمة وهبة. محمد فؤاد يبكي العرافة والسوشيال ميديا تسخر من بسمة وهبة. محمد فؤاد قدر انه يبكي قاسية القلب، والناس يعني تحس انها كانت فرحانه كده في بسمة وهبة، الا ان بسمة وهبة عملت فيديو قصير هنشوفه مع بعض برضو ردت على الجميع بكلمات قطعت قلوب البعض، وان يعني حازت على حاله من الاستعطاف بالنسبه للشعب المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة أفندينا ترند في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني، ورمضان كريم على حضراتكم وعلى الأسرة الكريمة، وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. برنامج العرافة بسمة وهبة اللي خدت طريق الفضايح، وانها تنشر فضايح الفنانين على الهواء وتواجههم كمان بفضايحهم، وفي بعض الاوقات بتحس ان البرنامج مقلب من مقالب رامز جلال في رمضان، تحس ان هم كلهم متفقين مع بعض سواء الضيف وبسمة والشيخ الحارة وكمان الاعداد والمصورين، الكل عارف الحلقة هتمشي ازاي والسكريبت بيبقى متوزع على الجميع. وفي البعض التاني بتحس ان فعلا الفنان بيفاجأ بالاسئلة اللي بتخليه يخرج عن شعوره، زي اللي حصل مع عبد الناصر زيدان. عبد الناصر زيدان خاض معركة قوية مع مرتضى منصور هو وابو المعاطي زكي، وكان شمتان في سقوط مرتضى منصور في الانتخابات، لكن مرتضى منصور رفع عليه العديد من القواضي وقدر انه يكسبها. وفي النهاية عبد الناصر زيدان اعتذر للمستشار مرتضى منصور وترجاه انه يتنازل عن القضايا، وده بالفعل اللي قام به المستشار مرتضى منصور، انه تنازل عن يعني القضايا اللي كانت ضد عبد الناصر زيدان. لكن الموقف ده أثر على حياة عبد الناصر زيدان بالسلب، لأنه ترك عمله ووصل لمرحلة إنه ما كانش لاقي ياكل، وخرج ولاده من مدارس أجنبية وحولهم إلى مدارس حكومية، وحس بالانكسار أمام أولاده. وبسمة وهبة فضلت تضغط على الجرح ده لحد ما بكى وبشدة عبد الناصر زيدان. وزي ما قلنا في المقدمة، المشكلة الشهيرة اللي حصلت ما بين حسن شاكوش
شاكوش وزوجته ريم، والكلام في حاجات واسرار ما ينفعش ان بسمة وهبة ولا شيخ الحارة يتكلم فيها، لانها تتسبب في مشاكل اسرية وأزمات يعني ممكن توصل إلى أبغض الحلال عند الله وهو الطلاق. فليه نعمل ده؟ بسمة وهبة اعتادت على نشر الفضايح. ويا ترى يا بسمة، هل بننشر الفضايح من أجل إن الناس تتعلم وما تقعش في الأخطاء دي، ولا بننشر فضايح الفنانين وبنواجههم وبندفع لهم المقابل عشان خاطر الترند والمشاهدات وإن برنامجك يكون يعني مشهور ومعروف وبيحقق نجاح كبير؟ يا ترى هدفك من البرنامج إيه؟ يا ريت ترد لنا زي ما رديتي بفيديو على بكائك من محمد فؤاد. هي بكت من محمد فؤاد؟ هقول لحضرتك بكت وبشدة. كانت مستضيفة محمد فؤاد في حلقة، ومحمد فؤاد أغانيه كلها طبعا مؤثرة والشعب المصري بيعشق أغانيه، بل الوطن العربي بيعشق محمد فؤاد. فنان جميل وفنان ممثل ومطرب وله أعمال فنية محترمة. غنى أغنية خلت بسمة وهبة بكت، وده اللي خلى جمهور التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا يسخروا من بسمة وهبة وبشدة. بسمة وهبة اللي بتفضح الناس بتبكي من مجرد اغنية. بسمة وهبة اللي قلبها قاسي وبتفرح في فضايح الناس بتبكي عشان خاطر كلمات اغنية مؤثرة من محمد فؤاد. وده اللي خلى بسمة وهبة تخرج وترد على الجميع بفيديو يعني من وجهة نظري ان هو قطع قلوب البعض على حال بسمة وهبة اللي تحتاج فعلا الى الشفقة، والبعض شايف ان هي بتدوق من نفس الكاس. تعالوا مع بعض نسمع دلوقتي رد بسمة وهبة على كل اللي سخروا منها. وزي ما حضراتكم شايفين معايا دلوقتي، بسمة وهبة بتقول ان هي يعني متدربة على الكلام ده ومتدربة على الاغنية، لكن ما قدرتش ان هي تمسك نفسها، وده بسبب ان ولادها مش عايشين معاها. كل واحد منهم عايش في بلد وهي عايشة لوحدها، وانها كبرت وهي لما بتشتاق لهم بتجري بالفعل على صورهم عشان تشوفهم، وان هي محتاجة لولادها لانها كبرت في السن. وهنا حابب ان انا اقول رسالة للفنانة القديرة والاعلامية الشهيرة بسمة وهبة. شفتي ان كل واحد فينا بيبقى جواه جرح او يعني سر ما بيحبش الناس انها تعرفه او تتكلم عنه، زي ما حضرتك عندك سر ان ولادك عايشين بعيد عنك. اكيد كل فنان من الفنانين اللي حضرتك بتستضيفهم بيبقى عنده سر مش حابب الناس يعني تعرف عنه حاجة ولا حابب انه يتكلم فيه، لكن برنامج حضرتك بيضغط وبشدة على فضائح الناس دي، وده الشيء اللي احنا كلنا بنرفضه. كلنا بنغلط وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. ليه نبرز اخطاء الناس ونبرز فضايحهم وبنتحكم فيهم في مقابل المادي اللي احنا بنقدمه لهم؟ والموضوع زاد عن الحد، لان الموضوع وصل لطلاق وخراب بيوت ومشاكل كبيرة ومشاكل ما بين الفنانين وزمايلهم. ليه وايه الهدف؟ هل الهدف زي ما سألت حضرتك هو ان احنا نبين العيوب عشان الناس تتعلم، ولا الهدف ان يبقى فيه مشاهدات وان احنا شعب بنبحث عن الفضيحة زي ما اتعمل فيلم قبل كده البحث عن الفضيحة فبيزيد المشاهدات فتزيد الاعلانات فالبرنامج يكون برنامج ناجح؟ هل هدفك النجاح على آلام الناس؟ ده سؤال المفروض حضرتك ترد عليه زي ما حضرتك ما رديتي على اللي سخروا من بكائك بفيديو. نتمنى ان حضرتك تردي علينا بفيديو، واتمنى كمان ان حضرتك تراجع نفسك بعد الموقف المؤثر اللي تعرضت ليه من مجرد سماع اغنية حزينة ابكتك. ففي ناس كتير ممكن تكون بتتألم بسبب حلقات حضرتك، مش بس الضيف اللي بيبقى عند حضرتك، لا، كل ضيف بيبقى موجود مع سيادتك بيبقى له أسرة وأولاد، والمفروض ان احنا نحافظ على مشاعرهم. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن سيادتكم، واتمنى ان انتوا تدعموا اخوكم باللايك، واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة افندينا ترند.